بسم الله، ازيكم متابعين عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هعمل معاكم عجينه الدونتس كده بطريقه بسيطه وسهله. طبعا هتعملوها وتحطوا الحشوات اللي انتوا حابينها. انا هعمل معاكم العجينه وطريقه التسويه. تابعوني كده وشوفوا معايا فيديو النهارده الاخر ان شاء الله يعجبكم. هعمل معاكم كميه نص كيلو كده، هتطلع معايا كميه حلوه وكبيره. تابعوني وشوفوا معايا فيديو النهارده الاخر. وزي ما انتم متعودين معانا، وصفاتنا سهله وبسيطه وسريعه، متاحه لجميع الحالات، اي حد يقدر يطبقها. لو اول مره بتشوفونا ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب للقناه. فعلوا كده الجرس علشان يوصلكوا كل جديد وكومنت حلو منكم. لو عندكم اي استفسار اكتبوه في الكومنتات وهرد عليكم. اكتبوا لي كمان بتتابعوني من انهي بلد وايه رايكم في وصفتنا النهارده. اكتبوا لي كده ايه الوصفات اللي حابين نقدمها معاكم. زي ما انتم عارفين وصفاتنا سهله وبسيطه وسريعه، متاحه لجميع الحالات، اي حد يقدر يطبقها. النهارده ان شاء الله هعمل معاكم فيديو كده بسيط لعجينه الدونتس ونسويها مع بعض. شوفوا معايا الفيديو الاخر. معايا هنا كده كوبايه من اللبن تكون دافيه معايا، لازم تكون دافيه عشان الخميره تنشط معايا. مفيش لبن ممكن تستبدلوها بميه ولبن بودر او ميه بس عشان يبقى الطعم احلى في العجينه وتبقى مخدومه هحط كده اللبن. هجيب معايا هنا كده صفار بيضة، وهجيب معايا فانيليا، هجيب معايا خميرة. دلوقتي كده حطيت كوباية من اللبن، هنزل تكون دافية، هنزل عليها بكيس من الخميرة. دلوقتي كده حطيت كوباية من اللبن الدافي، وزي ما قلت لكم ممكن تستبدلوها بكوباية من المية الدافية، ممكن ومعلقة من اللبن البودر وممكن مية بس. لكن انا حطيت هنا كوباية من اللبن الدافي، معاها كيس من الخميرة، رشة من الملح، معاها كمان كده معلقتين كبار من السكر. معايا هنا صفار بيضة هنزل بيه، وهنزل كمان بكيسين من الفانيليا. دلوقتي كده معايا بيضة، شلت البياض بتاعها، ومعايا الصفار بس اللي قصدي معايا هنا بيضة كاملة، بيض وصفار هنزل اشتغل بيه. وحطيت كمان بياض بيضة، يعني بياض بيضة وبيضة كاملة. خلاص كده حطيتهم هنا معايا، يبقى بياض بيضة كاملة بصفار واحد، ومعايا كمان بياض بيضة. هنزل كده باتنين باكو من الفانيليا، وهقلب الكلام ده كله مع بعضه. دلوقتي هنا معايا معلقتين كده كبار من السمنة، دول تقريبا 70 جرام هنزل بيهم. معايا هنا كده نص كيلو من الدقيق هنزل بيه، وابتدي الم العجينه. انا عايزه معايا عجينه طريه. معايا هنا كمان باكو من البودر.
دلوقتي كده بالكوبايه هبتدي افصلهم عن بعض. العجين الزياده ده هركنه كده على جنب وهرجع اشتغل بيه تاني في الاخر. بسيبه يخمر معايا. هنا غطا ازازه وفي النص كده ببتدي افتح مكان العجين. هخلص كده الكميه كلها بنفس الطريقه. معايا زيت على النار هبتدي احطه، والزيت يكون معايا كتير بسخنه، وبعد كده بهدي النار عشان الدونت تستوي معايا من بره ومن جوه. خلاص كده هشتغل بالمدوره والمفتوحه والكور الصغيره دي. على النار هنا حطيت كده الزيت وسخن معايا، بوطي عليه وابتدي انزل بالدونتس. دلوقتي هبتدي احطهم، والزيت معايا زي ما انتم شايفين كده لازم تبقى كميه كبيره علشان ما يتحرقش معايا ويستوي من بره ومن جوه. هسيبهم ياخدوا لون حلو على نار هاديه، وبعد كده بقلبهم على الناحيه التانية، بصفيهم وبطلعهم. بعد كده بتسيبوهم يبردوا وبتحط لهم الحشوه اللي انتوا حابينها. تحشوها شوكولاته، تحشوها كريمه، تحشوها مربى، ما تحشوهاش خالص. وتقوي على الوش كده تحط شويه من السكر البودر او السكر الخشن زي ما تحبوا. اي تزيين ليها هيمشي معاكم. خلصت كده وصفة النهاردة. ان شاء الله الوصفات تعجبكم. عملت الكمية دي كلها من النص كيلو الدقيق. ان شاء الله وصفة النهاردة تعجبكم. عملت معاكم دونتس سهلة وبسيطة وسريعة بحشوات مختلفة انتوا حابين تعملوها. عملت لكم كده العجينة وانا هزينها بقى براحتي كده. ان شاء الله تتابعونا وتشوفوا معانا الفيديوهات الجاية هتعجبكم. خلصت كده وصفة النهاردة. عملت معاكم الدونتس بطريقة بسيطة وسهلة بمكونات موجودة في البيت بنتيجة حلوة هتعجبك. النتيجة هتعجبك والمشروع بتاعها حلو قوي. جربوه ان شاء الله يعجبكم.